الأفارقة دول أساس الحضارة والثقافة والتاريخ، وزي ما اتكرشوا قبل كده من أراضيهم، وزي ما اتسرقت حضارتهم وثقافتهم وتراثهم، قادرين إن هم يستعيدوا كل ده، يستعيدوا الأرض والحضارة والثقافة. لأن الأفارقة دول وقت ما كان العالم كله في ظلام شديد وفي جهل، الأفارقة كان عندهم حضارة زي حضارة وادي النيل كده. كانوا الأفارقة دول أصحاب علم وحضارة وتاريخ، وأي حد سرق الكلام ده ليه يوم وهتترد فيه كل حاجة تاني. ودي الكلمة اللي قالتها واحدة من أصول أفريقية اللي كانت بتمثل أو بتنوب عن الفيلم المعروض في مهرجان القاهرة السينمائي، واللي كانت بتستلم الجايزة بتاعة تكريم الفيلم ده. وقصة الفيلم ده بتدور إن الأفارقة دول كان مسروق منهم حضارتهم ومسروق منهم تراثهم وخيراتهم، وفاقوا جات لهم الصحوة، وجا الوقت ان هم يردوا فيه كل حاجه اتاخدت منهم، وجا الوقت اللي هم يكرشوا فيه كل المحتلين زي المحتلين اللي موجودين في ارض مصر كده. ففكره الفيلم الصراحه شدت مهرجان القاهرة السينمائي وكرمته، يعني كانت الفكرة جميلة جدا وتستحق الإشادة. وللأمانة الست اللي كانت طالعة تتكرم اللي بتنوب عن الفيلم أهدت جايزتها لصاحب الفضل في كل الأفكار اللي موجودة في الفيلم، ألا وهو الشيخ أنتا ديوب، الأب الروحي وأكبر المؤسسين والداعمين لفكرة الأفروسنتريك، الراجل الكبارة اللي قضى عمره كله بينادي بحقوق الأفارقة في مصر، وإن لازم نكرش المصريين الفيك اللي قاعدين في أرض مصر بتاعتنا دي. وبعد الكلمتين الحلوين اللي انتوا سمعتوهم دول، وبعد الإهداء العظيم للشخصية العظيمة الكبارة اللي زي الشيخ أنتا ديوب، حصل تسقيف حار جدا من كل اللي موجودين في مهرجان القاهرة السينمائي، والابتسامة كانت من الودن للودن، يعني كانت حاجة كده مبهجة والناس كانت فرحانة. حالة الانشكاح اللي كانت موجودة على وجوه كل المصريين اللي موجودين بعد إلقاء الكلمة والإهداء ده لا ينم مثلا عن خيانة أو عمالة أو أي حاجة من الحاجات دي، الحمد لله رب العالمين، ده بينم عن جهل. لان على ما اظن اغلب المصريين الحاضرين في مهرجان القاهره السينمائي ما يعرفوش حاجه اصلا باسم الافروسنتريك ده، ما يعرفوش عنها حاجه، ولا يعرفوا مين انتا ديوب، ولا كل الحبشتكنات اللي حصلت قدامهم دي. وعلى ما اظن برضو ان هم ما كانوش عارفين يترجموا الوليه دي بتقول ايه، يعني ما كانوش فاهمين انجليزي. لما الاستاذه الفاضله خلصت كلامها، حصل تصفيق حار وانشكاح وفرحة. ما هو يعني خلاص الست قالت وكانت بتتكرم، لازم نسقف ولازم نضحك. طب هنعمل ايه، هنكرشها يعني؟ انا بس عايز اسأل سؤال واحد، الفلوس اللي المصريين بيدفعوها، يعني دم قلبهم، مرتبات وضرائب وكل الكلام ده، بتروح بتدفع مرتبات لوزارة الثقافة او لكل المسؤولين عن التراث والثقافة المصرية والكلام ده كله. هل يبقى حلال ان الناس دي تقبض مرتبات؟ والله العظيم حرام. انا من رايي ان احنا مثلا كل الفلوس اللي بتروح، يعني نقفل وزاره الثقافه خالص وكل المسؤولين عن الكلام ده نقفلها، وناخد الفلوس اللي هم بيقبضوها نشتري بيهم كتاكيت، الكتاكيت دي تكبر تبقى فراخ، نعمل تنميه اقتصاديه. والله العظيم احنا في قفا جنيه، فنروح نصرف على وزاره الثقافه والكلام ده. والله يا جدعان ما يصحش، يعني سيب الكلام ده رفاهيه للدول اللي عندها فائض يعني من فاهمين. فبس، وكان معكم حورس قط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.